السلام عليكم. ألف مبروك طبعا لنادي الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري 2-1. في البداية لكل زملكاوي بيشوفني شير للفيديو ولايك للفيديو وتعليق رأيك والحاجة اللي أنا نسيتها وتعليق في الحلقة بشكل عام. ويلا بينا. خلص ماتش الزمالك مع الاتحاد السكندري، مباراة صراحة جميلة جدا ممتعة، فيها فيها جوان كتير، فيها لمسات فنية وفردية ومهارية من لاعيبة ممتعة الصراحة، فيها لقطة غير أخلاقية وغير محترمة، فيها فار بتعطل، فيها كل اللي أنت عايزه هتلاقيه موجود في المباراة. خلص ماتش الزمالك والاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 للنادي الزمالك مع شهادة إلغاء هدف عالمي. يعني بص، قال لي كلمة اتقال على الهدف ده عالمي، هدف أقسم بالله. يعني أنا مش عارف لعيبة الاتحاد السكندري إزاي ما قدرتش تسقف على الجون الممتع ده. جون، بص يعني الجون ده المفروض المعلق كان يوم قبل ما يتلغى كان يقوم يقول لك ايه، انا هرفع لك القبعه، تقوم تسقف له بتاع زي احمد الطيب كده يعني. وجون اترد عليه بقى من خالد غندور بجون جميل جدا بالشمال، يعني مرجع رجله في الشمال راحت في المقص، حطها حطت جاتوه الصراحه. ماتش جميل جدا. النهارده سواريش بدأ بالتشكيل بتاعه محمد صبحي في حراسه المرمى، حمزه المسلوسي ومحمد طارق وحسام عبد المجيد في خط الظهر، سيد نيمار واحمد فتوح، وبينهم نبيل عماد دونجا وزيزو، وقدام ابراهيم رضاي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. تشكيل كويس هجومي، في فعاليه هجوميه اكتر من الدفاع. ولكن النهارده الاختلاف كان في حاجه جميله جدا، ان الزمالك فضل تقريبا اسبوع يعني، او مثلا حاليا بقاله شهر ونص مع سواريش بيتدرب على الخطه دي. اسبوع بيعالج الاخطاء اللي حصلت قبل كده ما كانوش بيعرفوا يضغطوا ضغط عالي. الكرة تتلعب في ظهرهم خلاص، السبعة اللي قدام دولت بيبقوا بره اللعب. المرة دي وطبقها كويس. ليه؟ جاب لاعب زي احمد فتوح لعب في خط الوسط وبينزل كباك بيعرف شغلانته، وسيد نيمار الناحية التانية شغلانته. المسلوسي حطه في القلب، كان بيلعب سيرد باك السنة اللي فاتت. جنبه محمد طارق وحسام عبد المجيد، الاثنين مدافعين. يعني حط كل واحد، مش هقول لك في عدلته لا، الى ما يقرب، يعني حطه في المكان القريب لعدلته. فالنهارده شفت اداء فني جميل جدا. اتحاد اسكندري بدا بضغط عالي، او بدا هو اللي شكل اول هجمتين كده خطرين، وبعد كده الزمالك قدر يستحوذ على اللعب وخلاص هدى الاتحاد السكندري خلاص. يعني فاهم فرحه البلاد دي خلصها بدري قوي. لسه بتفرح يا عم، توجع دماغنا ليه؟ اقعد. فهدى الاتحاد السكندري على الاخر خالص. و على الكرة تحويلة لعب من دافع الاتحاد السكندري للباك الشمال اللي بيستلم الكرة ركبته لفت. الصراحة حركة غير أخلاقية، حركة يعني أنا يعني كنت أتوقع سنة. بص أنت، زيزو كان قدامه وشاف وهو بيستلم الكرة جت في وشه وركبته لفت في الأرض، فأنا كنت متوقع إن زيزو هيطلعها خلاص، يعني لو حتى ما يمشي ويبص ورا فلقاه واقع، ومش واقع بيتألم يعني، مش واقع اللي هو تأديت واجب. ف انا قلت هطلع الكوره الصراحه، لقيته بيجري وحط الكوره لسيف الدين الجزيري، وسيف الدين الجزيري اللي كمل وراح احتفل حتى ما اهتمش. زيزو هو الوحيد اللي لف وسع اللعب وراح له وراح اعتذر لزوران. بقى انا الصراحه اقول لك على حاجه، انا يمكن مثلا كنت ممكن طيب شويه يعني زيادة عن اللازم، فانا كنت متوقع بقى ان ايه، عارف انت اللقطات بتاعت اللي بتبقى على الانترنت يقول لك الرياضه الكوره اخلاق واحترام ومش عارف ايه. فانا قلت بس هتلاقيهم مسنطروا دلوقتي يروحوا يحطوا جول في نفسهم ويعتذروا للاتحاد السكندري والجو ده. ببص لقيت الاتحاد السكندري سنتر ولعبهم، والزمالك بيقول لك ماليش دعوه. ودك يعني ايه، عصفور في الايد احسن من ماء على الشجره. انا جون في ايدي ليه هعمل لك بقى محترم. فبس هي اللقطه بقى هنا في حاجه، محدش عاد يطلع الكوره تاني اي روح رياضيه اطلاقا. يعني الصراحه هي جون، يعني بص هو وصفه جون قليل الادب، جون مش محترم، جون مفيش فيه ريحه الاخلاق او الروح الرياضيه. جه الجون بتاع احمد فتوح، يعني بص بقى، مصطفى شلبي شالها من فوق ابراهيم حسن اللي مش موجود اصلا تقريبا، وفتوح برجله الشمال مره واحده في المقص. جون من الاجوان زي ما قلت في اول فيديو، تقف تسقف لها كده وترفع لها قبعه وتعمل كل حاجه عليها. شفت تعمل ايه؟ قليل عليه قولا واحدا والله العظيم. ده الجون الثاني بقى للزمالك، اسيست جميل جدا من زيزو،
غلطه الحارس يعني هو المفروض يطلع خدها بالعرض، انا مش عارف هو ما خدهاش ليه، فالحمد لله اللي هو ما طلعش خدها بالعرض. وعايز اقول افرح يا زملكاوي، افرح افرح والله العظيم، ده احنا يعني كنا عايشين في سواد، او كنتوا عايشين في سواد اقسم بالله. افرح يا عم انت اهو. زيزو لعب الوان طوق الجميل مع مش فاكر مين والله، مع سيد نيمار. الكرة راحت لزيزو، حطها بالعرض لسيف الدين الجزيري اللي كتبها بالشمال مره واحده في الجون. هجمه 1 2 من زيزو وسيف الدين الجزيري جميله جدا جدا جدا. عايزين نتكلم على التصديق. الجون بتاع الاتحاد السكندري 1 2 من محمد محمود اللي نزل اشتغل اول 10 دقايق اللي هو نزلهم، وبعد كده اختفى اطلاقا. استلم الكوره من هنا لهنا، عادي الكذا هجمه على خط ال 18 لحد اما اتصلحت لخالد الغندور اللي شالها وش رجله مره واحده في الجون في المقص. جون جميل جدا الصراحه، يعني مفيش كلمه توصفه غير انه جون من الاهداف اللي الواحد يعني بشوفها مره واحده في الدوري المصري، مش هتشوفها كتير. يعني فاتك ما شفتوش مش هتشوفه تاني، خلاص كده راحت عليك يا عم الحاج. هو ده كان الجون بتاع خالد الغندور النهارده. عايزين نتكلم بس عن حاجه كمان. دفاع الزمالك شرب قولا واحدا. الاتحاد السكندري لو كان في عنده تقارب في الخطوط النهارده شويه الى حد ما كان هيكسب، مش هقول لك كان هيتعادل. الاتحاد السكندري في الدقيقه 93 مضيع كوره محطوطه بالعرض، يعني مفيش بعد كده. بص اسهل حاجه انك تخترق دفاع الزمالك حاليا تقريبا. يعني دفاع اول مره اشوفه للزمالك مهلهل خالص خالص. اي حد عايز يخترق بسهوله جدا. فاعتقد لو الاهلي لاعب الزمالك بالمستوى ده الزمالك هيعاني جدا. انا عارف انا بقول ايه، الزمالك هيعاني جدا بسبب ان دفاع الزمالك مهلهل خالص. عايز اتكلم اخر حاجه على التحكيم. الفار عطل مع بدايه الشوط الثاني. لا قبل الفار بقى والكلام ده كله. الجون بتاع احمد فتوح لا انا متضايق والله ان هو اتلغى. الجون جميل جدا، هو انا متضايق ان هو اتلغى. يعني انتوا لغيتوه. هي الكوره فيها شك تسلل عشان نكون على اقتناع ونور، فيها شك تسلل، بس انتوا لغيتوه. ما تطلعوا لنا الصوره، صدروا لنا الصوره يا جدعان. ما تطلع لنا الصوره، قول لي التسلل، اقنعني بالتسلل. ده مفيش. وانت عايز تصدق بقى ان يعني خلاص انا واثق فيكم قوي يعني فمش هدور وراك؟ لا هدور، بس انا مش واثق فيك يعني. ما طلعلوش الصوره ولا ما عليه. فحاجه ما تفهمش يعني ايه والمخرج اللي عامل يعد لنا كور هجمات خلصت السنه اللي فاتت، ونتفاجئ بهجمات خطره حصلت احنا ما شفناش. كنا بنتفرج عايشين السنه اللي فاتت بنتفرج على الجول اللي حصل. يا جدعان بقى يا جدعان، والله كورس اونلاين ب 2 جنيه هتتعلم اخراج. يعني شوف انا بحكي لك بكورس بس ب 2 جنيه كده اتعلم ازاي تخرج ماتش وتطلعه في احسن جوده يعني. بس ما حدش بيتعلم اصلا يعني. الفار، هو الواحد بيتفرج على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، نادرا نادرا اما بتلاقي الفار عطل. احنا بقى نادرا اما تلاقي الفار شغال. يعني هو ارنولد ذا سيم اطلاقا. يا جماعه مش بتدفعوا فلوس ليكوا خدمه، والمفروض يعني كل عطله او كل حاجه تحصل يتخصم من الشركه الراعيه، في غرامات بتدفع، في تقنيه المفروض بتتحدث. وانتوا ليه بتتعاملوا معانا كاننا فرز تاني وتالت ورابع؟ هي الكوره فرز تاني، بس يعني اقول لك على حاجه، يعني ولا يبقى حكام محترمين مع كل الاحترام ليهم، يعني حكام مش ذات الكفاءه. حلو. وكمان فار مضروب وبايظ، يعني حاجه واحده يا دي يا دي، مش الاتنين مع بعض. فار بايظ وحكام بايظه، طب هناخد كوره ازاي وعداله تحكيميه ازاي والاتنين بايظين؟ والله العظيم النهارده حاجه تحرق الدم. اما كل شويه يقول لك الفار باظ، الفار رجع، الفار باظ، الفار رجع. مش اخرها كان ماتش فيوتشر الفار كان عطلان اللي هو من اسبوعين، كل اسبوعين ولا كل شهر، كل اسبوعين كل اسبوعين 3 اسابيع الفار لازم يعطل له مره في ماتش. قمه الهبل والتهريج والله العظيم. يعني بص من الاخر كده، يعني اللي سايق اتحاد الكوره مش يعني اللي قادر ها، بس كده قولا واحدا.